السلام عليكم. عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنعمل النهاردة صينية الرقاق باللحمة المفرومة بطريقة سهلة جدا، وكمان طرية ومقرمشة من بره، واللحمة ثابتة مش بتقع منها. يلا مع بعض نشوف طريقتنا ايه. أول حاجة هبدأ أعملها، هعصج اللحمة. هحط كده مكعبين زبدة في طاسة، وبعدين هنزل عليها باللحمة المفرومة. بقلب اللحمة في الطاسة على نار عالية. لازم النار تكون عالية عشان طبعا اللحمة ما تنزلش مية. وكمان هنا انا استخدمت نص كيلو لحمة، ومعاهم 3 بصلات وسط، والفلفل معايا 4 فلفلات. لو فلفل كمان الوان يكون افضل. انا ما كانش عندي فلفل الوان فاستخدمت الفلفل الاخضر. في العصاج كمان عادي اللي انك تحطي البصل الاول وتحمريها وبعدين تحطي اللحمه. بس الطريقه دي انك تحطي اللحمه في الاول، وتديها صدمه كده على النار. بتدي طعم اللحمه برضو، بتخليها حلو كده، وتخلي طعم البصله كمان احلى. انا بقلب كده كويس اللحمه لغايه ما تشرب ميتها خالص، وبعدين بفتحها كده فتحه في النص عشان احط البصل، لاني برضو البصل عايزاه يتحمر. وعلى فكره هو بيتحمر حتى وهو معاه اللحمه، بيدخل كله في بعضه كده. بالنسبة للبهارات اللي هستخدمها، هحط معلقة من خليط الملح والفلفل والكزبرة. ده خليط كده انا بحطه دايما في اللحمة. وهحط كمان نص معلقة صغيرة من المطحون الحبهان وورق اللورة. لو متابعين الاكلات اللي بعملها، انا مش بحب احط كتير بهارات في اللحمة. يعني اهم حاجة عندي الملح والفلفل والكزبرة والحبهان وورق اللورة، دول اهم حاجة عندي في اللحمة، لان كتر البهارات برضو بتغير طعمها. بحب اكتر البهارات في الفراخ، يعني اكتر حاجه بحطها في الفراخ. اللحمه والسمك لا، مش بحط فيهم بهارات كتير يعني. فبقلب كله كده، اللحمه مع البصل كده مع بعض. ودلوقتي هحط الفلفل، طبعا لو فلفل الوان يكون افضل. بقلب كل الخليط كده مع بعض، وبهدي النار وبغطي الطاسه، وبسيب البصله مع اللحمه مع الفلفل كله ياخد ويدي كده مع بعض. وده شكل العصاج بعد ما استوى. الرقاق ده اللي انا هستخدمه رقاق آلي مش بيتي. هو بيكون خفيف عن الرقاق البيتي، بيكون شكله مربع. جبت صينية مربعة مقاس الرقاق بالظبط، ودهنتها سمنة. وبسخن الشوربة، وبجيب أول قطعة كده من الرقاق بسقيها بالشوربة. وانا بسقي الرقاق كده لقيت الشوربة سخنة، وزي ما انتوا شايفين الرقاق نفسه آلي يعني خفيف خالص. فعملتها على جنب واحد بس، يعني سقيتها على جنب واحد بس. طبعا لو رقاق اللي هو البلدي طبعا بنسقيه على الجنبين، لانه بيكون سمكه تخين عن كده شويه. ده خفيف خالص كده، عامل زي الجلاش. حطيت اول واحده وبدهنها سمنه. انا بدهن سمنه ما بين كل واحده وواحده. وباخد تاني واحده وبرضو بسقيها من جنب واحد. الشوربه معايا هنا مش اللي هي بتغلي يعني. شوربه سخنه بس مش سخنه خالص، اللي انا قادره امسكها مثلا. لاني لو الشوربه بتغلي او سخنه ممكن الرقاق نفسه يطرى خالص مننا، مش هنقدر نمسكه. ودي تاني واحده برضو هدهنها سمنه. انا هحط 4 بس من تحت. طبعا لو الرقاق معاكم البيتي اللي هو بيكون سمكه اتخن من كده شويه، بنحط 2 أو 3 على حسب سمك الرقاق نفسه. لكن الرقاق ده معايا خفيف، عشان كده حطيت 4 من تحت و4 من فوق.
ميزة الرقاق الآلي ان هو خفيف كده، بيبقى عامل زي الجلاش، وكمان مربع يعني قد الصينية، بيطلع معاكي الصينية كده مرتبة. بس طبعا برضو الرقاق البيتي بيكون ليه طعم برضو حلو يعني. كل واحد برضو ليه مميزات يعني. ودلوقتي بس ايه الرواية الرابعة، وهحط العصاج. انا كنت معصجة نص كيلو، هيفضل معايا كده زي ربع العصاج اللي انا عملته، يعني انا ما حطيتش نص كيلو كلهم. بفرد العصاج كده في الصينية، بس خلوا بالكم برضو في عند الحروف كده ما تحطوش لحمة كتير عشان ما تخرجش بره الصينية. برص العصاج كويس عشان احط باقي الرقاق من فوق. زي ما قلت لكم انا حطيت 4 من تحت، وهحط 4 فوق. بس انا هنا لقيت الشوربة بتاعتي بردت شوية، فهحط الرقاق هنا هسقيه من الجنبين بقى. انا كنت اللي من تحت دول كنت ساقياهم من جنب واحد، لاني كانت الشوربة شوية كانت سخنة. فدلوقتي الشوربة لما بردت معايا فهسقيه من الجنبين. طبعا الشوربة لو في طبق اوسع من كده شوية، انا كنت نزلت بالرقاقة كلها مع بعض كده وطلعتها. ودلوقتي بس الرقاقة في الجنب التاني. وبحط سمنة ما بين كل ورقة وورقة. طبعا هنا الفرن للرقاق بتكون عالية، مش بياخد وقت كتير الرقاق في يعني اول ما بيحمر كده، اول ما بتشوفيه يحمر كده من الجناب، بتشغلي الشواية عليه. لو الفرن بتاعتك كمان بتقدري تشغلي الشواية والفرن في نفس الوقت يكون افضل. بنشغل الفرن على درجة حرارة 200، والشواية بنخليها على اقل حاجة. ودي اخر واحدة بدهنها سمنة. ودلوقتي بقطعها. زي ما انتوا شايفين معايا بتقطع بسهولة، الرقاق طري معايا خالص، لان النوع الآلي ده بيكون عامل زي الجلاش كده. بعد ما بقطع الصينية كده كلها بحطها في الفرن. زي ما قلت لكم الفرن معايا بتكون درجة حرارة عالية. وده شكل الصينية بعد ما خرجت من الفرن. ولو حابين كمان الرقاق يطلع معاكم طري خالص، بعد ما الصينية بخرجها من الفرن كده وهي سخنة، برش لها رشة بسيطة جدا من الشوربة، يعني زي معلقتين. خلوا بالكم اوعى تكتر الشوربة لان ممكن تعجن. رشة بسيطة كده من الشوربة وبغطيها، وبتبقى طرية. ده لو حابينها تكون طرية، لكن لو عايزينها مقرمشة بتسيبوها زي ما هي كده من غير ما تحطوا لها اي حاجة. بس ممكن نغطيها تغطية كده بعد ما بتخرج من الفرن، وبتطلع معايا بالشكل الجميل ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. وهنختم الفيديو بدعاء: اللهم اننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.